مرحبا بكم الناس الكل. في الفيديو هذا باش نحكيو على المهاجم اللي جابه الترجي الرياضي التونسي، المهاجم الفرنسي الإيفواري عمره 25 سنة. الناس الكل شفنا الأرقام نتاعو، دونك مش ندخل برشا في الديتاي نتاع البرفورمانس نتاعو ولا الستاتيستيك نتاعو. خاطر أنا نرى اللي بيرسونيلمون ينجم لاعب يجي ويبدأ لاعب هداف وماركي برشا أهداف وما ينجحش مع الترجي الرياضي التونسي، والعكس زادا صحيح. نتفكروا زادا المهاجم اللي جابته الترجي الرياضي التونسي موسى ماريكا، كان المردود نتاعو مردود عادي جدا، والجماهير كانت ماهيش راضية عليه، وشفناه خرج من الترجي الرياضي التونسي الكارير اللي عملها والقيمة التسويقية اللي وصل لها. النقطة الأولى نحب نحكي فيها، حتى الكلام هذا شفته يدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو أرقام اللاعب هذا. برشا عباد تقول اللي اللاعب هذا موش ماركي برشا أهداف، 23 هدف من جملة 116 مباراة. برشا عباد ترى الرقم هذايا رقم ضعيف. بالنسبة لي أنا الحقيقة معناها البطولات اللي لعب فيهم اللاعب هذاك، سواء البطولة الدنماركية ولا البرتغالية ولا زاد لعب في البطولة السويسرية، النيفو بتاع البطولات هذايا أقوى برشا من البطولة التونسية. والرا زادة اللي الجمعيات اللي لعب فيهم المهاجم هذايا ماهيش بالجمعيات القوية اللي هي تحب امتلاك الكرة وتسيطر على اللعب وتلعب برشا اللعب الهجومي. نجم نقولوا جمعيات اللي لعب فيهم جمعيات تاع متوسط الترتيب، جمعيات عادية. الفيديو اللي شفناه الناس الكل، أنا واحد من الناس نشوف اللي هي المهاجم هذا عنده خصال متاع مهاجم عصري. الناس الكل شفنا اللي هو يلعب بالكدا ببدنه، وهذا البروفيل اللي تاريخيا نجح مع الترجي الرياضي التونسي. كان تفكروا مايكل رامو ويعني يونغ، وسيرتو توا مع لي جوار اللي في الترجي الرياضي التونسي، سيرتو في البارتي اوفنسيف، اللي يوسف البليلي ولا ينساس يحبوا الارتكاز عليك المهاجم اللي هو يحضر لهم الكرة وهما يجيو من تالي ويصنعوا اللعب. دونك نتصور المهاجم هذا ينجح بالكدا في الترجي الرياضي التونسي. الحاجة الأخرى اللي نحب نحكي فيها، اللي هي أنا نراها بالنسبة لي أنا مشكلة تو في الترجي الرياضي التونسي، هي مشكلة الأجانب في البطولة التونسية. يعني بمجيء المهاجم هذايا باش نلقاو الترجي الرياضي التونسي عنده ما يقارب 9 ولا 10 أجانب، اللي هما الحقيقة متاع ربي ما تنجمش تستغنى عليهم. المهاجم هذايا نتصور اللي هو يجم ياخو بلاصتو من نهار الأولاني بويسك اللي هو حاضر. ونشوفوا آخر مباراة الفريق وكونتر فريق كوبنهاجن، فريق ياسر عاشوري كان لعب، وكان فريقه خسر 5-1، لكن هو اللي سجل الهدف متاع الجمعية متاعو. ونتصور اللي المهاجم هذايا باش يشد بلاصتو من نهار الأولاني في الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للبليلي نعرفوه اللي هو بياس مترياس في الترجي الرياضي التونسي، ما تنجمش تستغنى عليه. ينساس وقصيل أبو علي نتصور اللي واحد منهم باش يكون ديما موجود في كل مباراة. وفي وسط الميدان عندنا أوكبيلو اللي الحقيقة مالي بلاصتو، وتوا ما نجموش نلقاو لاعب في الخصال نتاع أوكبيلو في الترجي الرياضي التونسي. دونك هذوما ديجا الأربعة أجانب اللي ما تنجمش تستغنى عليهم في الترجي الرياضي التونسي اليوم. يبقى توغاي اللي هو نعرفوه في محور الدفاع، لاعب مهم برشا. وعندنا زيدا كوناتي اللي نجمو نستحقوه في برشا مباريات، مع اللاعب كايتا زيدا اللي ما لازمناش نساوه. اذا باش تكون انا نرى اللي المشكله هذه لازم يلقى لها حل المدرب بتاع الترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله الجاي خير.